بسم الله ما شاء الله. السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتي همسة ووصفة. اليوم جبت لكم وصفة خبزة البيتزا. تجي خبزة مهوية خفيفة كيلو قطن وبنتها بنة البيتزا، وصفة صيفية بامتياز. نتمنى تعجبكم. اروحوا معايا نبداو نشوفوا المقادير. نبداو بسم الله. عندي كاس سميد رطب، كاس حليب، وكاس ماء، مغرفة كبيرة خميرة، مغرفة كبيرة سكر، وعندي مغرفة خل نضيفها لهذاك الكاس تاع الحليب فوالا باش يروب لي. فوالا نجيبو ان ريسيبيون، نحطو كلش دون ان ريسيبيون، نخلطوهم، نحطو الحليب، نحطو عليه الماء يكون دو بريفيرونس دافي، نحطو عليه السكر والخميرة، ومن بعد نحطو عليه هذاك السميد. نجيبو الفوي تاعنا ونحركو كلش حتى يتمازج تري بيان ويتخلط معانا هذاك السميد مع ذوك السوائل. فوالا نغلقو عليه ونخلوها تخمر 20 دقيقة تكفي. بعد ما خمرت لنا نجيبو كاس قل ربع دو بريفيرونس زيت الزيتون، وتقدروا ديروا زيت صونغو عادي، قرصة ملح وحبة بيض. هاوليك الخليط تاعنا بعد ما خمر نضيفو عليه البيض وهذاك هذاك الكاس تاع الزيت والقرصه تاع الملح. نروحو نجيبو لو بغا ميكسور نخلطوهم تري بيان. فوالا بهذه الطريقه حتى يتخلط تري بيان، نحسو بلي هذيك الحبه تاع السميد ذابت والخليط تاعنا يولي ليس. هنا نجو نضيفو عليه لا فارين نضيفو غير بشويه ونحركو بالفوي حتى نوصلو للقوام المطلوب. بهذه الطريقه نحركو بالفوي كي تبدا لاباط تاعي تحكم روحها، نكمل نحرك غير بيدي حتى نوصلو للقوام المطلوب. العجينه ما تكونش يابسه بزاف وما تكونش جاريه بزاف، تكون خفيفه وتتلاصق في اليد هكذا. هذا هو القوام. نعاونوا روحنا بالزيت، نلمدوا العجينه تاعنا ونغطو عليها نخلوها تخمر واحد 20 مينوت ونروحو نحضروا لاصوص طوماط تاعنا. نسحق هنايا حبات تاع طوماطيش يكونوا طايبين حمورة مليح، نديروهم في ماء سخون ونقشرهم، نحيلهم غير هذيك لابو الفوقانيه هذا مكان. وعندي قرن فلفل طرشي احمر، عندي حبه زروديه، حبه صغيره تاع بصل، وفصين تاع الثوم. هذه هي هذا مكان. زروديه هنايا نديروها على بلاص تاع السكر. عندي شويه ملح، فلفل كحل، زنجبيل، والقرند، وشويه زعتره. هنايا جيبوا كاسرونه نديروا كلش بارد في بارد، نديروا فيها نص كاس ماء، نديروا طوماطيش تاعنا نقطعوها صغيره نديروها. هنايا لما درتوش الحبه تاع الزروديه ودرتو في بلاصتها مغرف سكر ما ديروش كامل الماء درناه خاطر شويه الحبه تاع الزروديه تحكم شويه وقت في الطياب. هذا مكان نديروا الفلفل تاعنا ونديروا زروديه، نديروا الحبه تاع البصل والفصين تاع الثوم، نديروا لي زيبيس من الفوق نغطوا عليها ونخلوها طيب. هذا مكان هكذا. وفي هذا الوقت حنا نكونوا شعلنا الفوق تاعنا خاطش لازم يكون سخون بزاف. هنايا بعد ما طابت لنا نشوفوا القوام تاع الماء واش قعد فيها ماء. هاي ليك هنايا الزروديه تاعي طابت وطوماطيش ذبالت وكلش، والماء تاعي انا هنا جاني سواسوا هكذا. جو نرحوها واللي جاتها شويه مايها بزاف تحطها فوق النار وتخليها تزيد تعقد هكذا. خلوها تبرد تماما ونجو نجيبو هذوك صوالح اللي نديرو فوق لا بيتزا تاعنا، فوق الخبزه تاعنا. هنايا عندي موتزاريلا، عندي غودا وشويه كرويير، عندي بصل مقطع شرائح، عندي زيتون ثاني مقطع، فلفل مقطع ثاني شرائح، عندي هنايا فتات تاع الدجاج، عندي حبات زيتون كحل، شويه مايس. نروحو نجيبو السنيوه تاعنا ندهنوها تري بيان بالزيت هكذا، ندهنوها بالبانسو. هنايا هذه العجينه نديرو بها لا بيتزا وتجي ثاني هايله. لا بيتزا اللي تجي كورسات هذه لا كونتيتي دير لك 5 ل 6 حبات بيتزا، 6 كورسات تاع بيتزا. هنايا حنديرها خبزه، ندير العجينه تاعي كامل، نحي غير اون بوتيت كونتيتي. اللي يحبها خشينه اكثر من هكذا يديرها كل.
خاطش هذه ما تجيش بيتزا رقيقه، تجي خبزه نرافقوها مع جو ولا غازوز، نقدروا ميم نرافقوها مع اون بوتيت سوب ولا شوربه. نقرصوا الخبزه تاعنا هنايا، نفتحوها تري بيان على هذيك السنيوه، نسوي السطح تاع العجينه تاعنا مليح قبل ما نجو نضيفوا عليها هذيك لاصوص طوماط وهذوك لي زانغريديون الاخرين. نديروا لاصوص طوماط نسووها مليح. اللي وصلت معايا لهنا ومازال ما اشتركتش في القناه ديري ابوني، ديري جيم، ان بيتي كومونتير وبارطاجي الوصفه مع صحاباتك. هكذا ونروحوا نجيبوا الفرماج اللي نديروه عليها. نسبقوا مور لا طوماط نديروا لا موتزاريلا على جال ليلاستيسيتي هذيك، خاطش لا موتزاريلا ما عندهاش قو ولا تحمر، نديروا هذيك لا موتزاريلا من تحت ونديروا هذوك الصوالح الاخرين كامل، وبعد من الفوق نديروا غودا ولا شيدار ولا غرويير على جال تحمر ولا جال لو غو. فوالا بهذه الطريقه نديروها طيب على نار اقصى نار تاع الكوشه. كي الى عندكم النار تشعل من فوق ومن تحت ديروها في زوج، سينو نشعلوا لها من تحت حتى نشوفوها حمرت في لي كوتي وطابت، نعاودوا نشعلوها من فوق تتحمر برك ونحوها. هكذا بهذه الطريقه درت لها الفلفل والبصل والمايس والزيتون ونشبحها هكذا بزيتون كحل ونروح نديرها الطيب هكذا. بعد ما تطيب نخرجوها نديروا لها ان فيلي دويل دوليف من الفوق، نديروا لها زيت زيتون من الفوق ونخلوها تهفت شويه ونقسموها هكذا بهذه الطريقه، وتجي بنينه تجي خفيفه ما تنشبعش. نقدروا نديروا بهذه لاباط اي نوع مملحات، العجينه ناجحه 100%. هكذا وصلنا لنهاية الوصفة تاعنا تاع اليوم، نتمنى تكون عجبتكم، نتمنى تجربوها وتعطوا لي رايكم فيها، وإلى وصفة أخرى أستودعكم الله.